حياكم الله شبابنا الطيبين، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. شباب طلعت الطيور من الخانات، خليتهم بهذا البرج، وهذا البرج يكفيهم وزايد. زين الطيور زوجة، بس ما اعرف انا ذبيتني البارحة هنا رجعان كل واحدة طيرته ما رجعان ما ندري. زين هاي الشغلة اللي صارت. نوجه تحية لحمودي، هذا كل ما نشوف هذا الطير نذكر حمودي، كل ما نشوف هذا الاصفر نذكر سيوفي، كل ما نشوف هاي الدلعة نذكر هشام. تحياتنا لهم جميعا، وهذني هم الكوامر من طيور حمودي، تحياتنا له. هاي الطيور شباب شل عن قلبي والله العظيم، ما اعرف شيء. الاحمر يتعب شباب صراحة، يتعب بالتخريج، يتعب بالطبقة، وانا ما افتهم بيهن. واللي يورق لنا ويشيل كلن شيله وحده ما عدا الصفر. الصفر مو مالاتي، يرجع صاحبه مال سيف. الصفر هاي الفحلين انا وطيره بغير مكان. زين والباقي كلها طلعها 44 طير مدري 42 طير، اللي يريدهن امي خفف عنه، اما ارتاح من هنا. بالنسبه لي ما بدي اقطع عقلي بيهم. انا اعطيني تار، اعطيني ارفلي، اعطيني مسكي، وانا اختصاصي مسكي. زين والارافل تتذكرون من قلت لكم جبتني هنا بس على الموت، انه ما مسموح لك تخلي طيور بالحديقه اذا ما بيهم طير معترف فيه بالمانيا. يعني الاحمر ما معترف به، الازرق ما معترف به، لان كلهن طبعا بيضا، وشلت البيض والبيض مالهن جوتور، وان اساسا هسه كلهن طوارات، كلهم طواد الطيور. يعني بعد يوم هيك بيض، يعني هنا بيض يمكن 26 27 2. يعني هذا العيان ما نصير بيض. شوف هاي البيض صفن عندنا 20 طير. زين خليناها، الباقيات كلها طلعت تتذكرون. زين هاي شفتوا الحمر والبيض. زين هسه شو اصور لكم؟ البارحة جبت تيناية من جيراني، انت مخيل عليها شلون تين الذب اصفر اياتها زراعتها ذيك. هنا شكو الارافل طبعا شنو هالشمس صار لها 3 ايام، راح تبقى بعد 3 ايام هميج. البسوت شباب، البسوت اتصور هن 4 ازواج، 4 ازواج طيرتين، لانه هاي 3 طواير هنا بيضات، وهناك هذاك اللي مو محزم اكو جوا 4 بيضات. يعني هذا زوج طيرتين، ولو الشرع محلل 4 بس مو مشكلة، هذا قبليها طيرتين. زين هاي الارافل بسويت 10 طيور، حسبت 10 طيور اسود بيض 20، هاي 30 طير. الحمر 44 ويا الكوامر وحبشكلات البترنجات كلها، هاي 70. هنا هذني كلهن انا مخلي جواهن هاي تشوف. هذني طيور قل لي احمر، ولو يعني مع احتراماتي لجناية الاحمر راح يزعلون عليه، بس هذا ذوق. اكو ناس تربي هنداويات، اكو ناس تربي اللوت شو يسموه بصراويات، بس هو واهس، الطير واهس. انا بالنسبه لي الاحمر من البدايه ما مقتنع به، بس على مود الشباب جيب وجيب جيب جيب جيب. هاي الهنادي بقل من عندنا، هاي الكعكوله، هذا 1 هذا 2 طيره فحل، هاي بيضة. هذني التوب، هذني التوب، هاي الهندية. هذني قسم بين القاصن، انا عم اخاف
هاي افتح منها على فتحة زي مثل الباكستانيين. يطلع طيور منها من فوق. زين. طيور جواها كلها بيض، وهذا البيض كله، البيض كله هذا مال ارافل. قلنا 70 هناك يا ارافل وحمر وارافل بسود، وهنا هم بيهن فد 46 طير. هاي صار 80. زين. هذا الفحل الكبير قصيته شباب، وين القى منه بعد. زين. هاي كلها طيور بيضة، هاي هنا همين بيضة. زين. مثل ما اقول لكم طيور خير من الله. لأن الطيور هنا ما يطلعن، لأني الكنز مالتي. زين. ماكو شي، ماكو شي جديد. نصور لكم المساكي شوية. المساكي بيضة وكسرت البيض صراحة. قلنا خلينا نكسر البيض. هاي اشيل البيضيات البيض هنا. اذا افتح لهم الباب بس اخاف الفلتة نذني البيض. زين. هسه قلمين بيضة شلت البيض. هذني جواهن مال فضاضي، واسمى الفضاضي. هم الفضاضي هسه طورات نفس العمر مال ارافل بيضا. زين. هذني مثل ما قلنا طلعوا فحلين. ابو الحلقة الخضراء وينه؟ هذا وين الخضر؟ هايات شباب، اللي عنده هيجي طيرة لا يقصر ويانا، ننطي له فحل ناخذ طيرة هيجي. هاي المواصفات، رمادي دقات. زين. هاي عندي فحلين، هذا فحل وهذا فحل. زين. اللي عنده ننطي له طيرة، ننطي له فحل يعطينا طيرة. هاي طيرة ابو امير يجي ياخذها. والطيرة الثانية وينها زوجة؟ وينها؟ هاي يمكن شو هاي بيها. اي هاي طيرة ابو امير. هذني بيضات، هذني هسه تتبيض فضاضي. هاي شايل البيض مالهم. شكو هنا هذا بيض، هاي قاعد على بيض. وين بيضها؟ والله ما اعرف، نسيت انا ما كتبت لاصق عليه. هاي الزرق، هذا قسم المساكي شباب. ان كلهن تقريبا حاليا بهذا البرج 26، بس اثنين مو مالاتنا، مال ابو امير يجي ياخذهن. زين. هاي قلمينات الزوج. الفحل كان تعبان، هو بيطخه بس يعني بيضت. ان شاء الله البيض مرة ثانية. هسه شايل البيض هاني جو غير طيرة. زين. هاي السماسم الظلم كل شيء، واللي يريد زروق همنا ما نقصر وياه. بس اهم شيء هذا دست على ذيله ذاك اليوم الفضي نص طار فجريته كله الذيل. هاي بي حبايه، هاي قالوا لي طلع هذا الطير من هناك، بس ما وديته للطبيب للبيطري قال لي ما عليه شيء، خليه يطير ما يأذي. شوفوا ما بيش يعني مو مرض هذا. المهم هاي هنا الزرق 26 طير، اثنين مو مالاتنا طواير مال ابو امير، يبقى 24. من ال 24 اذا راح نفس 6 اي طير اللي يريده، بس ما عدا الفضاضي ما اطلع. اي واحد يريد طيور من ذني نطلع، بس الفضاضي ما اطلعهن، والباقيات يطلعن. قلمين، سماسم، من ذني دقات. عندنا زوج دقات تطلع بس. المهم هنا خلصنا قسم المشاكل.
بس هنا قسم التور. هذني حولتهن عم تزوج ويا الحمر. هاي الصفرة مال سيوفي باقي هنا عم تزوج على هذا الحمر. هذا الصفراوي عاوز طلع عنه خوش طير يعني ما ادري. هاي ما تنباع، هاي ترجع لصاحبها السيف. هي وفحلها. وذني التور. هاي الشكرية طيرة زايدة عندنا خالها هنا. زين وذني تور اللي بدارسيني برماني اللي يعجبك قول. هاي وعوان صادات خليتني بهذا البرج كفيهم. هواية كتبوا لي شباب على هذني الطيور ما اطلع منهن حاليا. كان عندي يعني هواية طلعن فبقيت لي 18 طير هذني بقيتهن لي يعني. وحتى ما راح اطلع منهم فرخات اذا جوان حمر لان ذبحونا. طلع حمر وطبقات وما طبقات. زين هذني طيور انا جايبهم اساسا غالي. وهنا جماعتنا صراحة على قولة محمد منشن فقريات يدور لي طيرة ب20 يورو. هذا اللي مو مال جماعات لا 20 ولا 50. زين شوف كلام كل عيون سود كلهن. هاي الطيور كلها تشوفون من هاي ام ولد. هذني امهات هذني الطيور كلها محلقات بس هذني ما بين حلقات. زين هاي هسه ما بديكم هذا اكو برج بيه كم برج بيه كم تار شمس. هنا عندنا 10 تور لاني كانت 30 مشقيت. زين نطير بيهن. هاي الحمراء طيرة هم زايدة عبالنا فحل. فاني خالها هنا لانه من اذا بهم الحمر بدها تروح تاخذ غير فحل. فاني خالها هنا حاليا وقتي حتى ما نشوف لنا شارة. زين لان عبالنا ذاك الشكري اللي يم التور عبالنا فحل طلع هم طيرة. المهم هاي باقي هنا ويا التور. هذني اللي نطيرهن مرات. زين 10 تور ماكو شي جديد. الشمس طيبة وهسه راح يبجي الزرع يعلى. تعال يوميا زين. هذا البرج فرغ يراد له تنظيف. هذا عداني مبقي للفرخات مال الحمر عامل منه انا نطير حمر. زين مثل ما قلنا اللي عنده واهس بيهن لا يكسر يجي ما يصير خاطره الا طيب. الحمر كلها تطلع هن والكمر ريشه واحده ما بقي. ياخذ اللي ياخذن كلهن. زين ما عدا هذا الاصفر صف الدلعه والصفرة هناك الطيرة ترجع لصاحبها. والله هواي خابروني هواي قالوا لي اريد 4 اريد 6. فاني ما اريد ابيع 4 و6 و8. اذا فرغ البرج فاللي يريد يشيلن كلهن هو يصفيهن. هو يبيع ياخذ الزينات يبقي الحلوات يطلع المحلوات. طيور مطيار واكو فيديوهات قديمة شلون مطيرهن اني. كلها طايرة يمي بس هاي بيها تحاجيل بس الوحيدة هاي. بس هاي الوحيدة بيها تحاجيل. الباقي كلها حفاي ما عدا كمرليات والصفر. الصفر قلنا مو البيع صاحبنا ياخذهم بعدين. زين هاي الشكرية احنا ليش جبنا الاصفر هنا؟ لان هذا الاصفر طبقناه على هاي الشكرية شباب. هاي مو كعكولة وبيضة واحدة وهسه بعد بيها بيضة مبين. زين فاللي يريدهن هذا بيه. اصورهن قريب. يلا خلينا نصورهن من قريب شوي نبدي. هاي الجوزية الشكرية الدلعة. دقيقة خلينا نصور. لا درجة أولى ولا 1 عراق ولا 3 عراق. هذا الموجود.
ما حد لا يقول لي ما حلوات وحلوات وما زين. مو صاحب لها الرجال قال تعور هاي. هاي الزوج. هاي كلها عن قريب. هاي كوامر. كلهم طابقات. حسب ما طبقن او قرار. تحياتنا له. بس انا على مود تعبني والله صراحة، حيل تعبني. تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. فخلينا كم طير لان صار عندنا هواي شغلات ما نريد نكثر هواي طيور. هاي الارافل ما بيها تعب، لا بيها تعب ولا تطبق ولا يفتح برج. يفتح الطير على الفحل وها هي كلهم بيض. عرفت شلون؟ ما بيهن وجع راس، وبالتخريج هم ما بيهن وجع راس. 3 ايام يطشرن، 4 ايام يلمن ويعلن وبينفصل. الاحمر تعال كيش وصور صيح ومدري شنو حسب ما دا اشوف. زين شباب، هذا النياسة من راح تبيض. انا شايل اول وجبة، والوجبة الثانية ان شاء الله خليها جواها. يطلع عنا هناك فد 20-30 طير، وهنا من 20-30 طير يكفي. زين زين. هاي طيب. هنا انا هنا المتعة مالتي. هذني هم قلنا 24. اذا راحوا فد 6 أو 8 منهن بس تعال قول لي يا طير تطلع ما اعرف. لا والله العظيم. هذا اللي بين حاطه في الصوريه ما طلعهن ابد. البيض ما طلعهن، من ذني اطلع الصف. هذا اللي طار فوق هسه هيجي الظلم طلع لي فد 4. هاي السماسم طلع لي فد زوج. الزوج ذني مثل قلمين دقات. هاي الطيره بالقاع بيضة، الفحل نايم على البيض يعني. هاي بصفها زين. هيك طيور ظلم زين. اكثر ما اقدر اطلع 6 إلى 8 حتى نسيطر على الوضع، نطير نتونس. تحياتي لكم جميعا شباب، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم.